السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ مساء الفل وصباح القشطة منين ما يوصلك الفيديو. عاملين ايه يا حبايب قلبي؟ وحشتونا احلى متابعين واحلى اخوات في الدنيا. النهاردة بقى يا حلوين هنعمل هنخزن المانجا بكذا طريقة، وكل الطرق احلى من بعض. امال بتقول لكم كده؟ صلوا على النبي بقى يا حبايب قلبي، وحطوا اللايك وسبسكرايب للقناة على اليوتيوب باسم منوعات نهى رزق، صفحتي على الفيسبوك باسم يوميات نهى رزق. معايا دي يا حبايب قلبي مانجا زبدية. هنعمل برضو مع بعض المانجا الناعوم، هتشوفوها في اخر الفيديو. دول يا حبايب قلبي بسم الله ما شاء الله كده يعني. ابو علاء جاب لي المانجا الزبدية الجميلة الحلوة دي. طبعا انا مسكتها غسلتها كلها، انا ما حبيتش اطول الفيديو عليكم علشان ما تزهقوش مني. صلوا على النبي بقى يا حلوين. القشر طبعا مش هنرميه ومش هنعمله محشي. هنعمله حاجة حلوة قوي. تابعوا بقى الفيديو الاخر يا حلو، وحط اللايك. اللايك بفلوس يا حلو. لا والله مش بفلوس، ببلاش. كده انا جبت المانجا كلها يا حبايب قلبي اهيت وقشرتها. هنقطعها بقى مع بعض مكعبات حلوة كده بالشكل ده. دي الزبدة دي يا جماعة للخزين للعصير. اما النعوم بقى هنعمل بها الحلويات ونعمل بها التورت بقى والجاتوهات في العزومات بتاعتنا. وفي رمضان بقى كنافة رمضان. والعصاير بتاعت رمضان بقى ممكن نجيبها المكعبات الحلوة دي او الشرايح، ونزوق بها بقى عصيرنا وحاجتنا كلها. النعوم بصراحة جميلة، والنوايا بتاعتها يا جماعة بتبقى يعني تنتوفة كده صغننة. والزبدية برضو جميلة جدا جدا للعصير. تمام كده يا حبايب قلبي. الرخامة طبعا ديت انا غسلاها جدا ومنشفاها برضو، وحاجتي كلها نضيفة زي الفل. كده انا خلصت كده كمية المانجا كلها يا حبايبي. انا طبعا ما قشرتش المانجا كلها. تابع الفيديو بقى للاخر وانت هتستفادي. عملت كده اللي في المكعبات ده، عبيت اللي عبيته. وتعالوا بقى نعمل احلى عصير مانجا زي بتاع المحلات بالظبط. تمام. جبت بقى الكبة بتاعتي يا حبايب قلبي، عايزة تحط سكر حطي. ما عندكيش كبة ممكن تهرسها بالهراسة. اي حاجة عندك هتحط عليها السكر وتهرسها علشان تبقى سهلة عليك. تمام. او ممكن تعملها في الخلاط من غير مية خالص، لو خلاطك يعني صحته حلو. عملتها كده في الكبة دي برضو للخزين يا جماعة. انا كنت مخزناها السنة اللي فاتت بسم الله ما شاء الله. كانت تحفة والله، لسه خلصانة ما بقالهاش اسبوعين. جميلة جدا جدا. كنا بنطلع منها كده والله وبناكل منها كده بالمعلقة. جميلة. العصير ده يا حبايب قلبي اللي انا بعمله ده زي بتاع المحلات بالظبط. هتطلعها تفك شوية وتحلها بالمية والسكر، وتروحي بقى مقلباها وشرباها وشاربة بقى. مسعفة يا جماعة. لو عندك اي ضيف في ثانية هتطلعي وهتعملي. شايفين بقى اختكم ام الاء خلت النوايا عاملة ازاي؟ انا بحبش اخسر حاجة. احنا دلوقتي في ايام يا جماعة صعبة. محدش يحوش فلوس يا جماعة. اللي يحصر نازل مصر اللي معاه شوية فلوس ما تبخلوش على نفسكم. هاتوا مانجا وخزنوا، وهاتوا كل اللي نفسكم فيه، يا عالم تتمتعوا بالفلوس ولا لا. دي يا حبايب قلبي اللي انا لسه ما قشرتهاش دي. انا ما حاطه لكم دي في الفريزر اللي هي من امبارح عشان اوريكم. انا طبعا حاطه الرخامه فوق الحنفيه، مش هينفع افتح الحنفيه فوق الحوض قصدي. مش هينفع افتح الحنفيه. هتمسكي المنجايه المتجمده دي يا حلوه انت وهي، وتحطها تحت الحنفيه سايبه شويه صغيرين يعني كده. وتقشري بقى المانجا. شايفين القشره بتطلع عامله ازاي؟ ما فيهاش لحمايه خالص. دي برضه طرق تانية للتخزين. كده احنا خزنا بثلاث طرق. المكعبات وعبيتها اهي في العلب، والسطل بتاع الجبن ده، والعصير بتاع المحلات. عملتها من غير ميه ولا اي حاجه. عايزه تحط لها سكر وتنزلي عليها بالهراس او باي حاجه تقيله عندك اعمليها. المانجا المتجمده بحالها كده تتقشر بتطلع بكل سهوله برضو في القشر. انا خزنت ده وده وده. اما القشر بقى يا حلوه انت وهي، تعالوا نشوف هنعمل بيه احلى عصير، وتعبيه في الفريزر وتطلعي تشربي منه على طول. اوعي ترمي حاجه. تمام. ومش هنعمله محشي برضه. زي الحلوين اللي عملوا العصير اللي عملوا قشر المانجا محشي. محشي عصير محشي قشر مانجا يبقى معسول. اللي عنده افتكاسات يطلع يقولها يا جماعة. انا بصراحة اللي معرفش فيه ما بفتش فيه. انا بحط الحاجة اللي انا واثقة منها 100%. قشر المانجا كده يا حبايب قلبي حطيت عليه السكر وحطيت المية وفي الخلاط بقى. عملت كمية يا جماعة عصير مانجا. بسم الله ما شاء الله. وطعمها والله ما فيها ريحة المرارة.
على فكرة القشر اللي هي المانجا العويسي هي اللي بتبقى مررة شوية، لكن القشر اللي هي الزبدية والنعوم ابدا عمرها ما تمرر معاك. طعمها ما يفرقش حاجة عن المانجا التانية، هي تعتبر مانجا وكده كده. شايفين العصير يا جماعة عامل ازاي؟ بسم الله ما شاء الله، اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. شوية عصير مانجا بقى، والله ما حصلوا يا جماعة، عصير قشر مانجا كده حل كده تمام. اهو يا حبايب قلبي جبت المصفى الواسعة وصفيته اهو. انزلي بقى بايديكي، تنزلي بقى بالمعلقة، شوف فين القشر طالع عامل ازاي، ما فيهوش اي حاجة. شوفوا بقى ده بقى ارملوا الطيور تاكلوا، مالهمش نفسي يعني ياكلوا مانجا، ارملوا الطيور تاكلوا. بصراحة كلوا وانا واقفة، ما خلوش فيه اي حاجة. شايفين العصير؟ عملت كمية عصير قد ايه من قشر المانجا، بصراحة تحفة. قلت بقى اصفاها كمان مرة بالمصفى الضيقة. تمام يا حلوين. جبتها بقى وصفتها كمان مرة اهو، ما طلعش منها اي حاجة. طعمها وريحتها تحفة، بصراحة جميلة. ابو الاء جاب لي المانجا الزبدية دي، وراح تاني يوم جاب لي مانجا نعوم، هتشوفها في اخر الفيديو. انا مش عارفة بصراحة هو جايب لي النعوم ليه، بس يلا مش مشكلة، زيادة الخير خيرين. ابو الاء كريم شوية، ربنا يخليه يا رب. كده يا حبايبي انا عملت العصير اهو، شايفين كمية عصير قد ايه من قشر المانجا. يلا بقى يا حلوة انت وهي، حط اللايك. مين اللي ما حطش اللايك لحد دلوقتي؟ لايك يا قلبي والله ببلاش. يا رب اللي يحط اللايك ربنا يكبر بخاطره، واي حاجة في نفسكم تحققوها اللي يحطوا لي اللايك. يلا بقى حط لايك. شايفين عصير قشر المانجا يا جماعة؟ شايفين القوام؟ بالصلاة على النبي عسل، وطعمه تحفة ومسكر وزي الفل. اما دي بقى يا حبايب قلبي المانجا العويسي بتاعتنا، بسم الله ما شاء الله. ابو الاء جاب لي المانجا العويسي دي يا جماعه. همسكها برضو، طبعا انا لسه ما غسلتهاش ولا اي حاجه، انا حبيت بس اوريكم شكلها عامل ازاي. بصراحه جميله، والنوايا بتاعتها بتبقى، بصوا مفيش نوايا اساسا. النوايا بتبقى يا دوبك رقيقه خالص، يعني حاجات لا تذكر. بتبقى اصغر من الزبديه كمان. وطعمها في الاكل تحفه، وفي العصير تحفه، وفي التخزين جميله. انا الصراحه عشان انا ما اكذبش عليكم ما خزنتهاش للعصير. اللي خزنها للعصير يكتب لي في الكومنتات، عشان برضه ابقى لا بسم الله ما شاء الله. جايب لي كرتونتين يا جماعه، فانا الكرتونتين كتير لما انا اقطعهم شرايح كده للحلويات كتير عليا. فانا عايزه برضو اخزن منها شويه للعصير، لان احنا في العصير يعني انا بسحب شويه عن التانية دي. يلا يا حبايب قلبي بقى حطوا اللايك والشير. قناتي على اليوتيوب باسم منوعات نهى رزق، وصفحتي على الفيسبوك باسم يوميات نهى رزق. بصراحة أنا ببقى سعيدة معاكم جدا وأنا بسجل لكم الفيديو. بحبكم جدا جدا يا أحلى متابعين يا أحلى أخوات في الدنيا. إلى اللقاء في فيديو آخر إن شاء الله. أستودعكم في رعاية الله وأمنه. واللايك يا حلوين، والاشتراك في الصفحة، وسبسكرايب للقناة. فيديو سعيد موفق ان شاء الله، وعرض موفق، عرض اول بفكر اعمله عرض اول على اليوتيوب.